بكل صراحة أغنية مهبول أنا قنبلة غير متوقعة. مهبول انا غادي في الطروج انا. كانت من كلماتي وألحان لازارو وتوزيع حمزة الغازي وإخراج أمين مرتضى. كانت أغنية استثنائية بالنسبة لنا لحقاش عندنا معها ذكريات يعني ما تنساش. الحمد لله حققت نجاحات كبيرة، عجبت الناس، فرحوا بها، نشطوا بها. هادشي كيخلينا نفتخروا بالفن المغربي، هادشي كيخلينا اننا نزيدوا قوة، هادشي كيخلينا اننا نفكروا بكل دقة. والحمد لله حنا قادرين على هادشي وقادرين على نجاحات اخرين ان شاء الله يا رب. وتسناونا كاين الجديد ان شاء الله يا رب. الحمد لله تعاوني مع الفنانة دنيا باطمة كانت تجربة اللي رائعة، بحيث هذا هو العمل الثالث لي معها. مغربية في العالم عالي شاني، مغربية وداك القفطان قفطاني. وهذا الشيء هو اللي كيخليني نفهمها أكثر موسيقيا. وبالنسبة للرجوع ديالها كان رجوع قوي، تقربات لما الجمهور ديالها كان متعطش باش يسمع صوتها اللي توحشوا. والحمد لله كانت أغنية رائعة، حققت نسبة مشاهدات كبيرة، وهذا ما إلا وكيخلينا نزيدو نشتغلوا أكثر وأكثر وأكثر. وإن شاء الله قريب ننزلوا أعمال جديدة، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. أغنية ريسكينا كانت أول تجربة لي مع سعد المجرد. لي مشى بشعري ومشات سنيني، حتى مخلوقة فيك ما قدرات تنسيني. وكانت تجربة اللي بصراحة صعيبة شوية بالنسبة لي. كناخد واحد المغامرة ديال أن سعد خاصك تعطيه أعمال كبيرة، تعطيه أعمال اللي خاصها تنجح في العالم العربي وعالميا، يعني شي حاجة اللي ما سهلاش. وبقات في الذكرى زعما شكرا لفريق العمل صلاح مجاهد والفنان لازارو والموزع زهير حصادي اللي قاموا بعمل كبير في هذا العمل اللي بقى ذكرى لنا وما نساوش. والحمد لله كانت هذيك هو الباب الأول، ومن ثم بدينا كنشتغلوا على أفكار جديدة. دابا تقريبا عندي مع سعد المجرد 5 أو 6 أغاني إن شاء الله قريب ينزلوا، ونتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. وبالنسبة لسعد المجرد كإنسانيا سعد ممنون جوج صراحة لله. سعد المجرد اش نقول لك هي كلمة وإلا قليلة بحقه، قسما بالله العظيم. أخ أكبر، إنسان محترم، إنسان قلبه بيض، إنسان كيشبعك نصائح، إنسان واعي بالمسؤولية، إنسان كبير بأعماله، كبير بفنه، كبير بأخلاقه. الله يعطيه صحيحته يا ربي، والله يخلي ليه والديه، ونتمنى ليه كل خير يا ربي. وبصراحة راه مثال أعلى لأي شاب طموح في مملكتنا المغربية. نعم عندي عمل مع بلقيس فتحي اللي كنوجه لها التحية من هذا المنبر الإعلامي. بصراحة فنانة كبيرة اللي كتقن جميع اللهجات، وكان شرف كبير لنا أنها غتغني هذا العمل باللهجة المغربية، وماشي كأول عمل لها باللهجة المغربية، غنات من قبل تبارك الله ونجحات في جميع أعمالها. وبالنسبة لي هذا تحدي، وإلا خاصني نعطيها واحد الستايل اللي جديد وجزء ديال الراي منها، وإلا غير في واحد البلاصة في اللحن قدرنا أننا ندير واحد الميرونج اللي جديد، وكنتمنى إن شاء الله يعجبكم. واحد الميرونج اللي رائع وغيعجب العالم العربي إن شاء الله. وهذه الأغنية بصراحة من أحسن الأغاني اللي كتبت في هذه السنة،
كان من النصيب ديالها وبرافو زعما للملحن فيصل، اسمه الفني الفيس، والموزع الكبير زهير حصادي اللي بدعوا في هذا العمل بكل كلمة من معنى. بالطبع الساحة الفنية العربية ولدت أسماء كثيرة مؤخرا، من بينهم الفنان الشامي رميتني نحصاني ويا عمي مناخية وسانت ليفنت بيت الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني اللي تبارك الله ما شاء الله حقوا واحد النجاح اللي كبير وخلاهم أنهم يزيدوا يشتغلوا ويزيدوا يعطوا أفكار جديدة. وهادشي ماشي سهل، هادشي كيخليك أنك تكون ذكي ومركز في أعمالك. بزاف الأمور اللي ماشي سهلة. بالنسبة لي صعيب أنني نختار ما بين جوج الفنانين اللي كبار اللي شرف لي نشتغل معهم الاثنين. أنا متفتح في جميع الستايلات، لا في ديال الشامي لا في ديال سانت ليفنت، يعني أنا موجود في أي تجربة قادر أنا نعطي فيها الجديد وقادر نعطي فيها نجاح. وعندي أعمال في هذه السنة، غنقول لكم أسماء منهم سعد المجرد، منهم حاتم عمور، منهم زينة الدودية، منهم بلقيس، منهم دنيا باطمة، منهم هدى سعد، منهم صلاح مجاهد الملحن والفنان اللي معايا في فريق العمل. تبارك الله صوته أكثر من رائع، كنتنبه ليه إن شاء الله بمسيرة موفقة. وعندي مع الفيس هو فريق العمل ما شاء الله، هو صوته رائع، قريب ينزل أغنيته باسم جيتارة. كنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق يا ربي والله يسخر لهم وبالمزيد إن شاء الله من النجاحات. أقل ما غنقدر نقول للمتابعين بصراحة شكرا لكم، يعني ديما مسانديني، كيدخلوا عندي الانستغرام كيهضروا معايا كيقول لي بغينا هاد الستايل، يعني فرحة كبيرة، يعني كناخذها بإيجابية كعائلتي. مرحبا بهم في أي وقت، الانستغرام عندهم يدخلوا عندي وأي حاجة بغاوها وإلا نوجدها لهم. أنا خدام غير على قبلهم، أنا غير متابع واحد يبغيني نبقى خدام على قبله حتى نسالي على راسي وعينيا. وشكرا لهم بزاف، وشكرا بلادي المغرب اللي بصراحة كتحقق لنا فرص كثيرة باش أننا نعطيو كل ما عندنا في هذا الميدان.